اليوم إن شاء الله بعطيكم سالفة من السوالف القديمة، وإن شاء الله أنها تلاقي استحسانكم وتنال على رضاكم. بداية السالفة كان فيه 3 أخوان. الأخوان ذولا كل واحد فيهم تزوج له مرة وجاء عليه عيال أو بنات. طبعا الكبير منهم الله رزقه ب7 أولاد. الثاني الله رزقه ببنت. الثالث الله رزقه بولد واحد. طبعا الأولاد عاشوا طفولتهم مثل أي عيال عم، حياة طبيعية، كأنهم أخوان، وهم فعلا أخوان لأن ولد العم أخ. وكبروا الشباب وكبرت بنت عمهم معهم. فكان فيه بين الولد وأخته بنت عمه، طبعا الولد اللي هو ولد أصغرهم. اللي صار أن أبوه بما أنها أصغرهم راح. طبعا أنا قلت أصغرهم ليه؟ لأن السالفة راح تجيكم. راح وخطب عند أخوه في بنته. طبعا الأب أبو البنت قال أعطوني فترة أشوف البنت إذا هي موافقة ولا لا، وهذا متعارف عليه، لازم ياخذ رأيها لأنها هي اللي بتتزوج. فقال أعطوني فترة أشوف. في الفترة هذه، وبما أن سبحان الله النساء إذا كان عندهم علم ما يقعد ينتشر بسرعة، عيال عمه دروا. طبعا أنا ما أعم النساء جميعا، لكن إذا بغيت تنشر خبر عطها أي مرة وقول لها ترى هذا سر، وتأكد أن الخبر انتشر. قلنا عيال عمه دروا انه خطب في بنت عمهم. ثارت ثيرتهم، والله ما ياخذها، والله ما يعرفها، والكلام اللي استندوا اليه والحجج اللي استندوا عليها كون ابيهم اكبر من ابيه. الحجج ايضا انهم اكثر منه وانهم اقوى منه، مع العلم انه يدرون انه شجاع وانه فارس، لكن من باب القوة والكثرة. وهو في نفس الوقت يدري ان عيال عمه شجعان وانهم فرسان، وما حب انه يدخل معاهم في مواجهة. ايش صار؟ اللي صار انه جاء بنت عمه وقال يا بنت عمي انا ابغيش على سنة الله ورسوله، ان كانش تبغيني في الوعد بيني وبينك المكان الفلاني الى اكتمل البدر. راح الرجال وجاء الموعد وعقل ناقته وقاعد ينتظر بنت عمه تجي. يوم جاء الوقت المحدد ولا يدي بنت عمه جايته، اردفها على المطية وسره وياها تحت الليل. سرى طول ليله ونهاره إلين جاء أول قبيلة. يوم وصلها فجاء شيخها وقال هذه بنت عمي وأبيك تزوجني إياها على سنة الله. عقد عليها الرجال وسوى العز ذاك الليل عند الشيخ ذا اللي هو جاء، وأعرس وأصبح وواصل طريقه أبعد من حدود قبيلته والقبائل اللي حوله، وراح القبائل بعيد وجاء منها ذيك القبيلة ودخل على شيخهم. جاء عقب ما سأل عن اسم الشيخ وعرف اسم الشيخ دخل عليه، قال له أنا جايك على سمعتك الطيبة وأبغى أعيش معك. رحب به الشيخ، وكعادة الشيوخ القبائل إذا جاهم ضيف يبنون له بيت قريب منهم علشان يشوفون ضيفهم إذا قصره شيء ولا ما قصره شيء. عاش معهم فترة من الزمن إلين سأل الشيخ ربعه اللي حوله سؤال، وكانت إجابة السؤال هي اللي قلبت السالفة كاملة. الشيخ في يوم من الأيام وربعه مجتمعين عنده، كان معه خرنق. الخرنق اللي هو صغير الأرنب. ماسك ذاني الخرنق بيد ويمسح على بطن الخرنق باليد الثانية، وسأل السؤال من اللي بيعين لي مرة بطنها مثل بطن ذا الخرنق؟ قال واحد من ربع الشيخ أنا يا شيخ اللي عينتها. قال أقول لك اسكت ولا كلمة ولا عجيب ذا السالفة. وسكر الشيخ الموضوع. يوم انفض المجلس وجاء الرجال اللي قال أنا يا شيخ بيروح، قال لها فلان اقعد أنا أبغيك في موضوع، أما أنت والله يستر عليكم، ومسكها عنده. قال لها أنت تقول أنك قد شفت أنت بطن مرة مثل بطن ذا الأرنب، وش سالفتك؟ قال يا طويل العمر السالفة. قال أقول اللي جاك طال عمرك. قال كيف شفتها؟ قال طال عمرك كنت مار وهي كانت تسبح وشفتها ولا شافتني. قال طيب طيب لا تعلم حد بدل. أمسى الشيخ، ويوم جاء ثاني يوم قال صيحوا في الرجال بنغزي ومروا على قصيرنا شوفوا كان في غزي معنا في مرحبا به. انتشر خبر الغزو وراحوا القصيرة وقالوا لحن بنغزي، قال أنا معكم. المهم تجهزوا رجال وبيمشون بكرة الصبح. تجمعوا ثاني يوم وراحوا بغزو، ومشوا نهارهم إلين أنصفت الشمس وقت القايل.
وصلوا عند ماء، ويوم وصلوا الماء قال الشيخ أنا نسيت خاتمي، وأنا الخاتم ذا غال علي ولا أقدر أغزي إلا أنا لابسه. قالوا يا طويل العمر ارسل حد يجيبه. قال لا أنا اللي برجع، ما حد يدري مكانه إلا أنا، أنتوا خلوكم هنا، إن جيتكم ولا جاكم من يقولكم إني خلاص هوت من الغزوة. ورجع الحالة عقب ما دارت نيته على زوجة قصيره، وعلى طول رجع صوب بيت قصيره وجاها في بيتها. يوم جاها فرحبت به كونه شيخ القبيلة وتعرفه، فحاول فيها بالردى، فضربته على وجهه وعلمت ضربة في وجهه، وقالت والله لولا عقل مو بعقلك النصيح في ذا القبيلة يدرون انك راجع من ربعك صوب مرة ضيفك. تعوذ الرجال من الشيطان ورجع لمجلسه وطرش عليهم عودوا ترى ما عدني بغازي. جاهم اللي علمهم ترى الشيخ ما عده بغازي. المهم جاهم اللي علمهم ان الشيخ ما عده بغازي، فرجع بعضهم وقال الرجال ذا قال انا ما انا براجع، انا بغزي، اللي بيغزي معي مرحبا، وغزا معه بعضهم. غزا الرجال وكسب من القبيلة اللي هو غزا فرس تحتها مهره وكسب له ابل، والله نعم عليه بكسبه، رجال شجاع وفعل فعله، وكسب من الرجال اللي معه بعد اللي هم كسبوا من الغزو، ورجعوا لقبيلتهم. يوم رجع الرجال فراح البيت. من يوم رجع من الغزوة ومرته تقول له يا فلان الديرة طلبت أهلها، خل حنا نرجع، عيال عمنا قد نسوا السالفة وخل حنا نرجع وخل حنا. درى الرجال أن مرته فيها بلاء، حاول فيها تعلمه ولا علمته، آخر ما به طلع جنبيته وحطها في حلقه، قال والله لما تعلميني النجم. ما قال هذا الكلام قالت بعلمك بالسالفة ولا بجر الجنبية ولا شيء، الموضوع 1 2 3، هذا ما صار وهذا ما صار. علمته بالسالفة كاملة، وكان وقتها عنده حلال من زمان وعنده الحلال اللي كسب، وكان حاط عليه واسم قبيلته هو. قال لها وش الدليل على اني صادقة بالكلام ذا؟ قالت الدليل بتشوف ضربتي في وجهه. وراح وقعد عنده وشاف. بعد ما شاف الدليل قال يا طويل العمر الديار اطلبت اهلها، وانا رجال ان كانك بترخص لي بشد. قال عسى ما لحقكم منا قصور. قال لا طال عمرك ما لحقنا منكم قصور. قال عسى ما حد من اهل القبيله اخطا عليكم. قال ابدا من يوم قعدنا عندكم الى ذا الحين ما جانا الا العلم الغانم. حاول الشيخ انه يرده من نيته، لكن الرجال كان معزم انه يفارق ذا القبيله ويفارق الشيخ ذا. عقب ما كرر عليه قال الشيخ دام ذي رغبتك فالله يستر عليك والله يحفظك. ثاني يوم أصبح الرجال شاد. يوم أبعدوا من القبيلة وشافهم الشيخ شادين قال اجمعوا لي الفرسان ولا يجيني رجال في قلبها رحمة. اجتمعوا الفرسان عنده وركب على أثر الرجال اللي شاده يمرته. التفتت المرأة وشافت غبرة الخيل، قالت يا فلان القوم الحقونا. التفت يوم شافهم قالوا ايش يبغون؟ قالت يبغون يذبحونك وبياخذوني. قال اجل انتي روحي. قالها انتي روحي الى بعدتي فحلي في وادي وابني بيتش ومن غابة الشمس ما جيتش البسي ثوب الحداد. رد فرسه على القوم وقام يسند بالفرس قدامهم. هم طبعا يوم جاوا وقفوا كلهم صف واحد. قام يسند بالفرس قدامهم، وكل ما سند بالفرس جات المهرة من تحتها فما خلتها تسند على كيفها. يوم شاف ان المهرة كل ما سند بالفرس جات على طريقها فسل سيفه ولطم راس المهرة، مع العلم ان الفرس ما كانت رخيصة. الفرس بشكل عام عند القبائل الاولى كانت الفرس الوحدة ب40 مطية، القامة ب10 مطايا. فشافوا فعله في المهرة. يوم شافوا فعله وشافه الشيخ قال انا ابغيكم تعلموني الرجال ذا ليه ضرب راس المهرة. قالوا يا طويل العمر انت معودنا في الحرب نحن نفعل ما نتكلم. قال لا اليوم تكلم، وليه الرجال ضرب راس المهرة اليوم ابغي اعرف وش السبب. قال واحد يا طويل العمر دامك نشدتنا في الرجال ما ضرب راس المهرة الا علشان اذا اسند بالفرس علينا ما يكون بيننا وبينه شيء يبغي يفعل فينا. قال طيب حن يوم حن لاحقين حن نطلبه دم ولا نطلبه شيء؟ قالوا لا يا طويل العمر انت اللي قلت لنا حياكم وجينا معك. قال رجعنا الرجال ذا ما لنا فيه حاجة. قعد الرجال في ذا الفترة خاف حد يلحقه، خاف حد يبي غدره، والمرأة في ذا الوقت كانت قد وصلت المكان وبنت بيتها وتنتظر رجالها. وقدام تغيب الشمس
الرجال عند مرته وحلاله متحاول من البيت. في ذا الوقت طبعا الرجال كان فيه 2 من عيال عمه طالعين يدورون له من يوم طلع، وحلفوا ما يرجعون إلا براسه، لأنه بفعلته قهرهم، فحلفوا أنهم ما يرجعون إلا هم ذابحينه مرجعين بنت عمهم معهم. ذاك اليوم في الوادي شافوا البل في الوادي، لأن البل كانت منتشرة، وعرفوا الوسم وقالوا هذه البل فلان. نم كله إلين تغيب الشمس. وفعلا غابت الشمس وجاوا الرجيل كل واحد فيهم ماسك زاوية تحت الأطناب ينتظرونه ينام علشان يقتلونه. في الوقت اللي هم ينتظرون ينام علشان يذبحونه، مرته حلبت له لبن وجابته له، وقبل لا تعطيه إياه سألته السؤال. قالت يا فلان أسألك بالله اللي يقواك ولا تقواه، يوم قابلت أنت الرجيل وهم جمع وأنت لحالك وش تمنيت؟ قال دامش سألتيني بالله، وبكى. قال والله يوم قابلت القوم إني ما تمنيت إلا ولد عمي فلان ولد عمي فلان. 2 اللي هو ذكر أسمائهم كانوا هم 2 اللي كل واحد فيهم ينتظره يرقد علشان يدخلون عليه ويذبحونه. فطلعوا عليه من تحت الرواق، طلعوا عليه من تحت الرواق وهم يصيحون العيناك العيناك، أبشر بعزك أبشر بعزك، منحم فيه منحم فيه. فقام ورحب بهم وكرمهم، كرمهم وعشاهم، وحلفوا انه لو انه ما قال ذا الكلمة ان يذبحونه ويردون المرأة، والله استر عليه. وحلفوا ان يرجع معاهم القبيلتهم وجيههم ونحورهم دون وجهه ودون نحاره، ورجع معهم واكمل حياته. في النهاية اخوانك عيال عمك وربعك هذول عزوتك، مهما صار لحمك ودمك، الظفر ما يطلع من اللحم. في الختام هذا ما حفظته من السالفة وحبيت أروي لكم، وأتمنى ثم أتمنى أنها تكون نالت استحسانكم ورضاكم. في أمان الله.